المغربي من فتاة أمريكية تتحول لصدمة وترند عالمي بعد قرارها للاستقرار بالمغرب. لا حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا سوى عن إحدى حلقات برنامج أمريكي تلفزيون الواقع يحمل عنوان 90 Day Fiancé، والذي يعرض على قناة تيليسي منذ 2014. المغربي يبلغ من العمر 24 سنة، أراد الزواج من سيدة أمريكية مسنة تبلغ من العمر 67 سنة، حيث يتواعدان منذ فترة طويلة عن بعد، قبل أن تقرر السيدة المجيء إلى المغرب كخطيبة له لتتعرف عليه أكثر ويتواجه علاقتهما بالزواج. الحلقة التي كانت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي شهدت أحداثا مثيرة، حيث كان الشاب أسامة متحمسا جدا للزواج بهدف الانتقال للعيش في أمريكا بطريقة قانونية، لكن حبيبته الأجنبية ساقته وأسرته بقرارها المتمثل في بيع ممتلكاتها والاستقرار بالمغرب. هذا القرار لم يتقبله الشاب، حيث لم يكتفي بصمته الذالي عن صدمته، بل أعلن رفضه لهذا القرار بشكل قاطع وعلق عليه بشكل ساخر. والأمر الذي لم تتقبله ديبي ما جعلها تشك في نواياه. هذه القصة عرفت متابعة إعلامية واسعة وتم عرضها على القناة TLC الأمريكية، وكما أيضا تلقت هذه القصة اهتماما كبيرا من الوسائل الإعلام والرأي العام الوطني والدولي، حيث أصبحت حديث الساعة في الأوساط الاجتماعية والإعلامية. تفاعل الجمهور المغربي بشكل خاص مع هذه الحلقة، حيث أبدأ البعض من استيائهم من التصوير ونشر هذه القصة على القناة الأمريكية، واعتبروا أنها تشوه لصورة المغرب وتروج لنمط حياة غير مقبول في المجتمع المغربي. في الوقت نفسه أعرب آخرون من دعمهم وتضامنهم مع الشاب المغربي، وتمنوا له الصبر والعزيمة وتجاوز هذه المحنة والعودة إلى الحياة الطبيعية. كما أشار البعض إلى أن العلاقات العاطفية بين الشباب المغاربة والأجانب تعتبر شيئا مألوفا في العصر الحالي، ولا يجب الحكم عليها بسلبية، خاصة وأنها تمثل حرية الشخص وحقه في اختيار شريك حياته بغض النظر عن جنسيته أو ديانته أو ثقافته. في الوقت نفسه دعا آخرون إلى تقبل الآخر واحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات، وتجاوز الأحكام السطحية والتقليدية التي لا تتوافق مع مفهوم الحياة الفردية. فترى ما رأيكم في هذا الشاب والامرأة المسنة الأمريكية؟